الشركات المحترمة كده بتعين كذا نوع من أنواع السيلز. بتعين جونيور سيلز، بتعين سينيور سيلز، in addition of بقى ال VIP sales والسيلز مانجر. وظيفة كل واحد من دول بتختلف، وطريقته وكلامه ولبسه والابيرنس بتاعه ونوع الكلاينتس اللي بيتعامل معاهم بيختلف من واحد للتاني. for an example مثلا لو احنا مسكنا جونيور ده بيتعامل مع صغار الكلاينتس، بيتقال عليهم كده، يعني مش اللي هم، يعني سوري في اللفظ، هو مش معناه ان هم قليلين ولا حاجة، ولكن بيبقى دايما الكلاينتس متقسمين لكاتيجوريز او شرايح، A و B و C، A كلاس و B كلاس و C كلاس. فدايما الجونيور ده بيتعامل الاول، اول لما بيبتدي بيتعامل مع اللي هم السي كلاس، اللي هم الطبقة العادية الاقتصادية الايكونوميك بتاعتنا يعني. اما بالنسبة للجونيورز فده بالنسبة للجونيورز، اما بالنسبة للسينيورز بقى فهم بيتعاملوا مع الكاتيجوري اللي بعد كده اللي هو البي كلاس، ودول ناس بتبقى ستايل وهاي وشيك ومعهم فلوس ومش عارف ايه، فده لازم يبقى السيلز بقى ايه مظبط حاله كده، ويعني الابيرنس بتاعه تمام وفل والاكسنت وبيعرف يتكلم ومتخرج من جامعة كده اللي بيرطموا فيها كام لغة وحاجات كده، علشان ايه الكلاينت لما يجي كده يعرف يتعاملوا مع بعض كده سون فاسون زي ما بتتقال. نيجي بعد كده للفي اي بي سيلز او السيلز مانجر، وده حد لازم يبقى واو، حاطط برفيوم واو، لابس لبس براندات واو، الساعة السنيل معرفش ايه، الشوز اللي مش عارفة جايبها منين، ولا الشنطة بتاعتها البراند ايه، وبتسافر برا كتير وساكنة في حتة كلاس كلها كومباوندات بقى وبتوع المخيط والماتشا والحاجات دي وكده. ليه؟ عشان هم هيتعاملوا مع الفي اي بي كلاينتس او الاي كلاس، which is لازم يبقى في حاجة in common ما بين الكلاينت وما بين الكاتيجوري ده من السيلز. في حوار متبادل، فاهمين بعض، ده يتنك على ده شوية وده يتنك على ده شوية هي بتبقى ماشية كده الصراحة يعني، كده بتبقى كده. وطبعا الاي كلاس والفي اي بي بتوع الكلاينتس النوعيه دي بتعامل معاهم زي ما قلنا الفي اي بي سيلز، وبيبقى فوقيهم السيلز مانجر او الشوروم مانجر وات ايفر. وده كده نبذه صغيره عن انواع السيلز اللي بيبقوا موجودين في الشركات ايا كان نوع الشركه ايه، طالما ان هي بتبيع برودكت معين. وشكرا.